اللاعب أحمد الحافي موهبة سورية ناشئة يتألق في البطولة الأفرو آسيوية التي أقيمت في قطر لمواليد 2008-2009 بمشاركة أكثر من 10 دول إفريقية وآسيوية، ويحرز مع فريقه المركز الثاني وجائزة أفضل لاعب بالبطولة. الحافي لعب مع الأكاديمية العراقية تحت إشراف المدرب السوري أحمد قدور، حيث سجل 9 أهداف وثلاث تمريرات حاسمة، ما لفت أنظار الأكاديميين الموجودين ضمن البطولة وجعل أنظار المراقبين والكشافين تتجه نحوه وتتابعه. الحافي هو لاعب سوري بامتياز، تدرج بالتدريب الخاص من الصغر حتى في العام 2017 حتى التحق بنادي الوحدة عام 2020 من فئة الصغار إلى الأشبال حتى فئة الناشئين، ولعب لمنتخب دمشق وشارك ببطولات محلية عدة على مستوى دمشق والقطر، وحقق مع زملائه ألقابا وبطولات عدة مع أكاديمية فارسي الشام.